السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. 3 نقط جوهرية بتسبب مشاكل كبيرة خالص لكل الناس اللي بتشتري شقق وبتقابلها الحاجات دي وبتعديها وهي ما تعرفش إن الحاجات دي هتسبب لها مشاكل فيما بعد. اوعى تشتري شقة ويكون المالك مش معاه نموذج 10، لان معنى كده لو باع لك وهو معاه نموذج 3 بس، يعني معنى كده ان لسه ما خلصت باقي اجراءات التصالح، فهتضطر تكمل انت باقي الاقساط والجديه والكلام ده كله، وهتدفع مبالغ طايله مع المجلس. النقطه الثانيه، لما تلاقي شقه عداد النور فيها مش موجود وشغاله ممارسه، اوعى تشتريها، لان معنى كده ان عمرها في التقنين الجديد ما هيشتري، مش هيدولك عداد نور جديد، لان التقنينات الجديده خلاص هتفضل ممارس كده مدى الحياه. يعني الشهر اللي ممكن تنسى وما تدفعوش، هتبص تلاقي عليك نزل عليك قضيه على ادفع الاسباب، ونفس الموضوع في الغاز الطبيعي. عشان كده بقول لك هتشتري شقه يبقى لازم يكون مع المالك نموذج 10 مش نموذج 3، لازم يكون فيها عداد النور مش ممارسة، وكذلك لو هي فيها غاز يبقى الغاز بعداد مش واخد توصيلة من غير عداد، عشان ما تقابلكش مشاكل بعد كده تتعب في حلها. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.